لأنني كردي لا يحق لي العيش في هذه الحياة. يقولون لنا: لماذا تسأل عن شيء اسمه وطن؟ عن كرامتك. من أين أتيتم؟ أي نوع من المخلوقات أنتم؟ هل أنتم بشر؟ نعم، نحن بشر. ألا نشبهكم؟ لسنا من الجن، ولسنا من كوكب آخر، من آدم وحواء، من نسل هابيل وليس قايين القاتل. شعب الماد من أبناء يافث ابن نوح. كنا نحن والفرس شعب واحد، أحباء وأصدقاء ضد الظلم والاضطهاد في أيام داريوس القائد الكردي، وكنا منتصرين. واليوم كل يوم أعدم في غالبية شوارع أيران. كنا لكم أحمد شوقي أمير شعرائكم، كنا لكم إبراهيم هانانو من أعظم محاربي تاريخكم. كنا وكنا وكنا. يا أيها الذين تدعون أنكم أهل الجنة، حررنا لكم القدس بقيادة صلاح الدين، والآن جميعكم لا تستطيعون تحريرها. يا أخواني العرب والترك والفرس، كنا للترك من أشد المقاتلين، وقلنا لهم: نحن أمة واحدة في الدين. قالوا لنا: إيفيت. وبعدها أنكرونا وأرادوا أن يمحونا، وعملوا الويلات والمجازر على رؤوس شعبنا باسم الدين. آمين. صدق الله العظيم. نقول لهم: تعالوا لنعيش في سلام. يقولون لنا: يجب أن تصبح عربيا سنيا، أو تركيا فاشيا، أو إيرانيا شيعيا. نقول لهم: ولكن نحن قوم لنا لغتنا، عاداتنا وتقاليدنا، وإيماننا شيء خاص فينا بيننا وبين ربنا، وسوف نحارب من أجلها. يقولون لنا: أنتم إرهابيون، وهم يصنعون ويخلقون الإرهاب بكل أنواعها. يا أخواني المسلمين، يا أخواني المسلمين، ما معنى ناصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ ما معنى أن أكون لك أخا في الدين وتريد أن تسحقني في القومية والوطنية؟ ما معنى لا يؤمن أحدكم حتى ما يحب لنفسه لأخيه؟ لأنني كردي أضرب، أسجن، أتعذب، أعدم، أهجر، أنهان، أحتقر، يأكلني الجوع والدود في غابات وبراري أوروبا، هربا منكم عن أي إله تتحدثون، وأنتم فعليا تعبدون آلهة أسماؤها العنصرية، الفاشية، الرجعية والدكتاتورية. إذا كان إلهكم يشبهكم، فكيف لي أن أذهب من الجهنم إلى الجهنم؟ بسبب أفعالكم ترك ملايين الكرد الإسلام، وأصبحت لنا آلهة
أسماؤها: الدم، الحرية، المقاومة، الإنسانية. سأبقى كردي وأعيش كردي وأموت كردي، لأنني يحق لي العيش مثلكم، وسوف أبقى ذلك المخلص في حياتي رغم معاناتي وآلامي بسببكم. لن أكرهكم، لأن الكره يقتلني قبل أن يقتلكم. لم أكن يوما غازيا أو مهاجما لأحد إلا بعدما تعرفت عليكم. يا أصحاب ثقافة الموت والانتقام والنهب والسلب، سأبقى أحبكم طالبا السلام معكم، لأن هذه هي فلسفتي في الحياة وهذه هي طبيعتي. لكنني لن أتنازل عن كرامتي إذا استمريتم في أذيتي. أتمنى أن يكون لكم وطن اسمه الضمير، لتعيشوا معنا في سلام، لأننا شعب لا نرضخ للظلم ولا نخاف الموت ولا نستسلم للألم، لأننا شعب لا نرضخ للظلم ولا نخاف الموت ولا نستسلم للألم. كان معكم ريزان شيخوخ.